گهدارن هیوی اف ام گهدارن دلال اس خیتام یوسف ورمت کشیا زانیارین و شارتین و زانیاریا یاگو ایرو ام لسر بآخفنش گهدارن دلال را لسر یکمین ولاتی دیرکه یه درمانخانه وکری دباجار دیرکا همکوده او کیا او کنگی فکریه و میوان کشیا ما یا ایرو درمانساس و دیع ایلیایا دا پرسوا مبده و زانیارین بهتر بده خویا کرن گهدارن هجا که ام بهفره گهدار بکن. أول مواطن من أهل المالكية فتح صيدلية هون. أول مواطن من المالكية. واسمك؟ وديع إيليا. كانت جامعة دمشق تضم كلية الصيدلة وهي كلية وحيدة للصيدلة مو مثل هلا اليوم كل جامعة فيها كلية صيدلة. نشأت كلية الصيدلة وخرجت بعض الصيادلة كان على الصيادلة حتى مثل ما تقولين في قانون للصيادلة حتى يستفيد الريف من الصيادلة ألزموا كل صيدلي يخدم ريف سنتين. الريف يعني يدبر له قرية أو بلد صغير كذا يخدم سنتين، بعد سنتين يحق له أينما أراد في المدن الكبيرة يرجع يصيدلي. فالمالكية كأي بلد آخر فتحوا صيادلة، بعضهم من القامشلي، بعضهم من الشام، بعضهم من حلب، شيء صيدليتين لمدة سنتين ثلاثة. وأنشئت أول صيدلية في المالكية من ابن المالكية صيدلية إيليا. هاي الصيدلية تشوف فيها حاليا سنة 1974. ابن البلد دائما طموح أنه يعمل شيء مرتب، لأنه صيدلية بدها تكون صيدلية دائمة موجودة في البلد. أول صيدلي يتخرج من أهل المالكية هو هاي الصيدلية صاحب الصيدلية. أنو سنة يا عمو؟ 1900 وأنا تخرجت سنة 1971. الصيدلية أنا عملت في التدريس سنتين وبعدين فتحت الصيدلية اللي تشوفيها حاليا. هالصيدلية هاي فتحتها بشكل نظامي أكثر من الصيدليات الموجودة في الشام مساحة وجمالا وخزائن. تصميمه لساته على حاله، تصميم ما تغير ولا شيء، نفس التصميم وخزائنها وطاولاتها وإنارتها وكذا إلى آخره من بدايتها حتى الآن، علما أنه كان البلد يضم دكاكين ما في ولا واجهة في دكان، كله كان عبارة عن درابية ويتسكر على لمبة واحدة وماشي حال. انعاد البلد بعدين نتيجة وجود هالصيدلية قامت الصيدليات البقية بعد منها تتالت حتى بلغت عدد الصيدليات 24-25 صيدلية. وتشوفي مميزة في الصيدليات المالكية بالنسبة للريف الحساكي كله أنه جمال الصيدليات المالكية ناتج عن الصيدلية الأولى التي أنشئت فاقتدوا بهذا الجمال بهذا التنظيم. ودائما البريسبكتورية مندوبين الأدوية دائما يجوا على المالكية يقول لك أرتب من الصيدليات المالكية ما في المحافظة. سببها كان أول صيدلية اللي أنشئت، ما بده كل واحد بده يحسن وضعه مثل زميله. عمو تصميم الصيدلية، أنت تصميم الصيدلية من وين جبته؟ يعني شلون عملت فيه؟ أكيد اشتغلت كتير على هالتصميم لعملته صح؟ ما أسكرك أنت سكري. تصميم الصيدلية جبته نتيجة تمرني في الصيدليات أثناء الملازمة في الحسكة. كنت لازم عند بعض الصيدليات سجلت النواقص اللي لازم تكون موجودة في كل صيدلية، الرفوف، حجم الخزانة، عمق الخزانة، الحركة بين الخزائن، ترتيب الخزائن حسب المعامل. فطلعت هالترتيب هذا، وحتى الآن يقتدون في النظام هذا. كل واحد بده يفتح صيدلية لازم يكون عنده نفس المساحة حتى يؤدي الغرض نفسه، ويكون صيدليته عنده كبيرة وحجمها كويس وفي مساحة للطاولات. الأرمد تنفذت في حمص، واللافتات الموجودة على الواجهات في دوما في دمشق.
يعني ما كان في شيء يعني ما كان في شيء تقنية فنية انه في الجزيرة كلها يصنعوا على الأرمات ويكتبوا هالكتابات. يعني قبل 40 سنة الأرمة كلفت شي حوالي 40,000 ليرة سوري، كان مبلغ. هي عبارة عن أحرف من النحاس مجسمة. گهدارین دلال ام گهان داویا خلق خوایا زانیارین و شرطی و حتی خلق کادن و زانیارین دی هین بمینند خوشیده.